السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يديم علينا نعمه من ستر وصحة وراحة بال. تعالوا بقى، انا هنا بدأت يومي كانت الساعة 7:30 الصبح، ده كان يوم الاجازة اللي هو بتاع 6 اكتوبر، اللي هو كان يوم الخميس. بس قلت برضو مش هكسل وهقوم كده اخلص اللي ورايا، عشان اليوم كده يبقى فيه بركة ويبقى يعني ايه اللي هو مخلصة اللي ورايا، يعني من الآخر. طول ما انت مخلصة فعلا الحاجة البدرية منسية فعلا، او البركة في البكور، فعلا تحس ان اليوم كله فيه بركة، مرتاحة مخلصة اللي وراك. طول ما انت مخلصة اللي وراكي، عندك غسيل، عندك كنس، عندك ترويق، عندك مسح، قومي خلصي كل اللي وراكي. يعني انا كنت طبعا عاملة معاكم الفيديو اللي فات الأوضة بتاعت الأطفال، كنت مخلصة بقى فيها، كنت مسحاها ومروقاها، وكنتوا شايفين طبعا بقى البهدلة اللي كانت فيها، وخليناها زي الفل ازاي. وخلصت بقى طبعا مع نفسي كده بقى بقية الشقة والترويق وكده، فكان عندي هنا حبة مواعين وغسيل عايزين يتنشروا، والدنيا كانت هتبقى فل الفل. وغير برضو ايه، يعني بعد كده بقى همسك برضو لو في مثلا كنسة على السريع، اي حاجة كده هتتعمل هعملها برضو. بس هنا انا كان عندي شوية مواعين في الحوض، كان جوزي ربنا يبارك له ويديله الصحة كان جايب الفطار، فقلت بقى قبل ما احط الفطار هصبن معاكم حبة المواعين اللي في الحوض، ونحط بعد كده مع بعض الفطار ونعمل احلى طبق فول بالسمنة البلدي. فهنا بقى كنت خلاص بقى اللي هو ايه بشطب كده في الحوض، يعني بص حبة مواعين صغيرة، لما هنيجي نفطر هيبقى يدوبك على قد مواعين الفطار، فهتبقى الموضوع خفيف خفيف، يعني ايه، مش هتحس ان الموضوع تقيل عليكي، مش مواعين على مواعين بقى وتلاقي الحوض اتملى وبقت الدنيا فيه كركبة وكده، لا. فانا ايه هخلص كده، حتى لو خلصت اللي في الحوض بس، وبعد كده بقى دخلت كده بمواعين الفطار ولملمت كده بقى حلو، والدنيا اللي حواليكي دي لميتيها حلوة قوي، هتلاقي الدنيا معاكي بقت سهلة وما فيهاش حاجة، يعني تلاقي الدنيا ايه، يعني بقت رايقة بمعنى أصح، تفتح نفسك بقى بعد كده أعمل بقى الغدا بتاع. فأنا بصراحة كنت لسه بقى مش عارفة هعمل غدا ايه، فقلت ايه أخلص كده، يعني ايه الترويق والدنيا دي ساعة الصبح، وبعد كده بقى الغدا هيتعمل، لأن عارفة اللي هو ايه، هتلاقي نفسك واقفة، لو عملتي أي أكل بسيط هيطلع منك، بصي انت واقفة نفسيا مرتاحة، وفعلا الأكل نفس، يعني عشان نبقى متفقين يعني في النقطة دي. فأي حاجة تعمليها حتى لو كانت بسيطة هتلاقي نفسك مرتاحة وانت بتعمليها، حتى لو أكلة تقيلة برضه هتعمليها وانت مرتاحة. ليه؟ انت واقفة الدنيا حواليكي رايقة، داخلة المطبخ مش شايلة هم بقى هقف، ده انا لو دخلت المطبخ لسه عندي تصبين ولسه عندي ترويق والدنيا متكركبة، لا انت مروقة حالك. فاتعودي كده. انا بصراحة دول كانوا برضو من بالليل كده، كنت انا يعني ايه نمت بدري شوية، فعشان كده قمت برضو بدري، يعني برضو ما حبيتش اللي هو ايه الخبط نومي واقول ده يوم اجازة. فالحمد لله يا رب، ربنا يدينا الصحة جميعا يا رب. فكنت بص بقى خلاص اللي هو بص ما خدوش وقت، هما فعلا حرفيا، يعني مش هتقولي مثلا انا مسرعة الفيديو، لا هو فعلا ما خدش وقت، يعني المواعين طول ما هي مش كتيرة قوي خلاص، يعني هتلاقي الدنيا بتخلص معاكي بسرعة. وكنت بقى خلاص اللي هو قلت هحضر الفطار كده بسرعة برضو، فعملت احلى، بص بقى هنا احلى طبق سلطة. وكان جوزي بقى جايب بقى هنا الفطار بقى اللي هو ايه، قلنا بقى بطاطس. انا بصراحة كانت وحشاني قوي 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 الاكله دي، معرفش ليه، يعني هتقولي ده فول وطعميه، اقول لكم بس لا فعلا بجد كان يعني مع تعرفوش ساعات بتحب التغيير، بتبقى نفسك كده رايحه لاكله معينه، العيال مش على طول بيبقوا اجازه، فعشان كده. هنا بقى بص بقى الفول كنت مسخناه بقى، كان سخن حلو قوي، ورحت نزلت عليه بحبه سمنه بلدي، بص بقى وعلى الوش كده بقى وتسيح، حاجه تانية، يعني عارفين بقى اللي هي ايه، جرعه نشاط. احنا هنقول الفول بيخلينا اللي هو لا يعني متنحين كده، لا بصراحة لا، بتحس انك ساعات كده نفسك تروح له، متعرفش انا ساعات بحسه كده اللي هو ايه، بيسند الواحد يعني بمعنى اصح. وكان احلى بقى بتنجان مخلل كده وبصل بقى، يعني ايه حاجة كده تفتح النفس، ومعاهم العيش وبألف هنا وشفا. ده كان الفطار بتاعنا بقى، وقرنين فلفل حراق
نص ليمونة لو حد بقى عايز يعصر على فول ولا كده ولا على سلطة. وده كان بقى ايه الفطار بتاعنا. البيض المسلوق انا مرضتش اعمل غير بيضتين، اللي هو كان فيه بيض، بس انا قلت عشان ايه يعني بنحب نعمله على الفول يعني نفسه. وبألف هنا وشفا، ده كان كده الفطار بتاعنا، كده حاجة ايه تسندنا بقية اليوم، واللي هو ايه نشوف بقى اللي ورانا. بس الحمد لله يعني طول ما انت مخلصة اللي وراكي وايدك في الحاجة اول باول هتلاقي الدنيا رايقة معاكي. وهنا بقى كنت خلاص اللي هو بقى قلت ايه انشر برضو الغسيل. بصوا حتى الجو كان لسه بدري، يعني تحس ان مفيش نور جامد كده اللي هو جاي من الشباك او بصوا من جنب الستارة. كان يعني هنا كان في حدود الساعة 8 تقريبا. فالحمد لله ربنا يا رب يدينا الصحة جميعا، وقومي كده تنشطي وخلصي كل اللي وراكي. حتى لو اجازة كده ابدأي اجازتك كده بروقان وراحة بال هترتاحي. اهو بصوا هنا برضو الجو بصوا باين، بصوا كان بدري قوي يعني اللي هو مش متأخر. قلت ايه اللي بيروح من على الكتف بيريح، يعني على طول بقول لكم الكلمة دي لان فعلا اي حاجة وراكي لما بتخلصيها والله هترتاحي. يعني لو وراكي اي حاجة دلوقتي كده قومي خلصيها وشوفي اللي وراكي وانجزي كده في يومك، هتحسي يومك طويل وفيه بركة. يعني احنا بنقول اليوم بقى قصير، اليوم ما بقاش فيه بركة، لا والله هو 24 ساعة زي ما هي. بس احنا كنا زمان كنا فعلا بنصحى بدري نخلص حاجتنا بدري، مش زي دلوقتي وقت ما بنقوم بقى الظهر العصر وقت ما بنقوم بقى عادي. فلا خلصي حاجتك بدري كده وخلي يومك فيه بركة وتنشطي كده وخلصي كل اللي وراكي. وكان انا عارفة ان الفيديو بتاعنا كان قصير النهاردة عشان مش بحب اطول عليكم في الفيديوهات، بس يا رب يديكم طاقة كده وحيوية. وما تنسونيش باللايك والاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.